الخطوة الأولى عمرها ما كانت مبهرة، بالعكس ده أنت بتلاقي طوب الأرض بيعدّل عليك بعديها، فيهم اللي بيعدّل عليك بطريقة تحمّسك، وفيهم اللي بيعدّل عليك بطريقة تخلّيك تُحبط وتوقّف اللي أنت كنت ناوي تعمله، بس كل ده مش مهم، المهم هو هدفك اللي أنت حاطّه قدّام عينك، برغم إن الخطوة الأولى دي في الغالب مش بتكون كويسة في الظاهر، بس هي دايمًا أهم خطوة، الفكرة كلّها في البداية، الفكرة إنك تبدأ، عايز تنجح ابدأ وأنت مش جاهز، وابدأ حتى لو خايف من ردود أفعال اللي حواليك. ابدأ حتى لو مش لاقي دعم واللي حواليك مش فاهمينك، واشتغل على نفسك علشانك انت ودي اهم حاجة، مش علشان حد يسقف لك ولا عشان تبان قدام الناس انك ناجح وجامد. انت بتشتغل على نفسك علشان في المستقبل تشوف في نفسك الشخص اللي انت كنت بتحلم بيه زمان، وعلشان ما تجيش لحظة تندم انك ما خدتش الخطوة دي من زمان. هيجي عليك وقت هتحس انك محبط وان الموضوع اكبر منك، وإن اللي حواليك سبقوك وإنت مفيش أي بوادر ظهرت عليك للنجاح، بس لازم برضو تكون عارف قبل ما تبدأ إن كل ده عادي جدا وبيحصل في رحلة النجاح، وإن ده جزء أساسي من الرحلة، بس المهم إنك تستمر. كل مرة بتكمل فيها رغم التعب إنت بتبني نفسك من غير ما تحس، واللي وصل قبلك ما سبقكش بالحظ، هو بس سبقك لأنه خد القرار من بدري وقرر يستمر. النجاح عمره ما بيجي في أي مجال بالصدفة، النجاح بيجي بلحظة صدق مع النفس وقرار إننا مش هنتراجع غير لما نوصل بإذن الله. بداية النجاح بيبقى بلحظة بتهزم فيها خوفك من نظرة الناس حواليك. أهم حاجة إن الحلم بتاعك ده يكون حلم مش ضد مبادئك ولا ضد دينك ولا حاجة تغضب ربنا. النجاح بيكون بأهم لحظة في حياتك اللي بتقول فيها من جواك أنا قررت أبدأ دلوقتي. السلام عليكم.